إحنا اتقسّمنا ليه؟ بعد ما كان المجتمع متقسّم ل3 طبقات معروفين، طبقة A، B، C، خلاص جوّه الطبقة A بقى في zones كتيرة والطبقة B كذلك والطبقة C كذلك. بعد ما كنا في الطبقة الغنية كُلّه زي بعضه، بيروح نفس المدارس، بياكل نفس الأكل، بيركب نفس العربيات، نفس كل حاجة. الطبقة B، الطبقة المتوسطة، كانت نفس الطريقة، بيروحوا نفس المدارس وعايشين نفس الحياة، بيروحوا نفس النوادي الاجتماعية، بيركبوا نفس المواصلات. الطبقة C وهي الطبقة الكادحة وليست الفقيرة، لإني ما باحبش أوصفها بوصف الفقيرة، لإن الفقير هو فقير القلب وفقير العقل وفقير المعرفة. لذلك سأسميها بالطبقة الكادحة. كانت برضه كلها نفس الليميت، بيروحوا يشتروا حاجتهم ومتطلباتهم من نفس الناس. دلوقتي جوه الطبقة الواحدة بقى في كذا زون، وبقت الطبقة الواحدة كل زون فيها بتبص على اللي قبلها بطريقة فيها يعني شوية أنا أفضل منك، لا أنا أحسن منك، أنت غني بس أنا الأفضل، أنا يعني المثالي. إيه اللي مضبوط. حصل في مجتمعنا المصري وإيه اللي اتغيّر؟ إيه اللي اتغيّر في مجتمعنا المصري؟ ما بقيناش 3 طبقات، بقينا مليون طبقة. ده فعلًا، إحنا اللي قسّمنا نفسنا، إحنا قسّمنا نفسنا، ده حتى جوّه الطبقة بقينا متقسّمين، بقى في zones جوّه الطبقة، يعني عندك الطبقة الA class مقسّمة نفسها لzone للطبقة الاقتصادية والطبقة الثقافية والطبقة الاجتماعية. تيجي دلوقتي الطبقة الاقتصادية بقى أصحاب رأس المال والناس اللي هم طوّروا من نفسهم عن طريق علمهم وتعليمهم اللي بطريقة معيّنة نتيجة برضه اللي توّرثوه من أهلهم. قسّموا لنفسهم دول في zone. تعالَ مثلًا للzone بتاعة المطربين الشعبيين مثلًا، المطرب الشعبي دلوقتي استخدم موهبة بسيطة عنده أدّت إلى إنه بقى جوّه الطبقة الA class دي غصب عنّه، هو هيبقى جوّاها. طيب هل الzones دي هتقدر تدخل جوّه بعضها؟ هل هيقدروا إن هم بالثقافة بتاعة المطرب الشعبي وثقافة الناس المتعلّمين بقى، الدكاترة، المهندسين، أصحاب رأس المال، ال اللي فعلًا تعبوا في تعليمهم وتعبوا إن هم يوصلوا للمكانة اللي هم فيها دي، هل هيقدروا يتداخلوا مع بعض؟ هل هيبقى في نقطة حوار ما بينهم؟ الترابط الفكري هل موجود؟ يعني مثلًا ابن الشخص اللي تعب في تعليمه وتعب الشخص في المثقف بالضبط أوي، المثقفين أوي، المثقفين أوي، يعني إحنا تداخل بنتكلم عليهم، بالضبط، تداخل بالضبط، الطبقات اللي هي التانية دخلت في بعضها، بقت صاحبة ثراء فاحش، بالضبط. وفرضت سيطرتها على أرض الواقع. ده بيدل على إن إن أنت دلوقتي معاك كام، إذًا أنا موجود موجود في في الزون اللحظة دي. دي أو في الzone دي. فهل إحنا قيمتنا بقت مادية والّا قيمتنا بقت ثقافية اللي هو ما والّا زلنا محافظين على الlimits. بالضبط هو الlimits يعني فعلًا. أعتقد إن دلوقتي للأسف مع يعني الرتم السريع بتاع المجتمع، أنا خايفة الحاجات البسيطة دي تتلاشى، ومش خايفة إنها تتلاشى تقليلًا من أحد على حساب الآخر، أنا خايفة إنها تتلاشى للصراع الطبقي المعروف، والطبقي هنا مش معناه اللي هو أنا أغنى منك أو أنت أقل مني، لأ، الصراع الطبقي الثقافي والحضاري هو ده اللي إحنا بندوّر عليه دلوقتي، لإن طبيعي إحنا بنشوف كَم سَفَه وكَم يعني تعدّي على على العادات الذوق العام، والتقاليد. وتعدّي على العادات والتقاليد. هل ده مش هيتحط في الحسبان؟ هل ده بما إن أنت بقيت A class أنا أقدر أغفره لك بحكم إن أنت تقدر إن أنت تدفع؟ بالضبط. أنا شايفة إن الموضوع بقى مخيف، يعني أنا حاسة إن أنت بقيت حاسس إن أنت قوي بقدرتك المادية.
مش فقط. بقدرتك العلمية وبقدرتك الثقافية، وإيه اللي تقدر تقدّمه لبلدك وإيه اللي تقدر تقدّمه لنفسك ولوطنك. حاسة إن الموضوع ما بقاش زمان مثلًا كانوا أهالينا بيتنافسوا على إيه، أنتم لازم تذاكروا كويس عشان تبقوا حاجة كبيرة أوي في المجتمع، أنتم لازم تتثقفوا، أنتم لازم تقروا، لازم لمّا تقعد تتكلم مع حد تبقى عارف أنت بتقول إيه ووازن كلمتك. أنا حاسة إن الكلام ده ما بقاش موجود. أنا حاسة هو إن موجود، دلوقتي مش هنقدر الموضوع إن إحنا نخفيه بس بقى تمامًا، بسيط. ولكن أنا خايفة يندثر مع الضغوطات المادية اللي بقت موجودة. يعني أنا مثلًا علشان دلوقتي السوشيال ميديا معظّمة كل حاجة، إمم، فبالتالي أنت لمّا تبُص على طموحات أعلى من طموحاتك أو تطلُّعات أعلى من تطلُّعاتك، هل أنت كأب، كأم، كشاب، كفتاة هتتنازلوا عن مبادئكم أو هتتنازلوا عن ثقافتكم أو الزون البرجوازية اللي أنتم حاطين نَفْسكم فيها علشان تاخدوا benefits من زون أقل منكم؟ لأن إحنا اتقسّمنا أوي زي ما قُلت لكم، اتقسّمنا جامد جدًا، وبقى في زي مش صراع طبقات ولا صراع حضارات، الصراع بقى أكبر من كده، بقى صراع متطلبات، صراع صورة، صراع تواجد، صراع عربيات بقينا نشوفها دلوقتي مع النجوم إمم، والممثلين والأشخاص العاديين، كأن هو حلم already بيتحقق وماشي على الأرض، إمم. فده هيعزّز ثقافة التنازل. بالضبط. وعلى فكرة ده بقى واضح جدًا دلوقتي. إمم. يعني إحنا دلوقتي وبقينا كُلّنا لامسين ده في حياتنا اليومية، بقينا نشوف كمية تنازل غير طبيعية عشان نقدر نحقق طموح حد غيرنا. إن هو وصل للمرحلة دي، فأنا لازم أوصل للمرحلة دي زيه، أنا لازم أعمل أي حاجة عشان أكون الشخص ده، لازم أكون number one في كل شيء، لازم أكون number one في إن أنا يبقى عندي العربية ما حدش يبقى عنده زيها في البلد، لازم أكون أنا أحسن واحد في الدنيا، لازم. الموضوع بقى فيه تحدي نفسي بقوا يثير للإحباط. يعني فعلًا بقى مثير للإحباط بقينا جدًا. فعلًا نشوف ناس عندها ما اكتئاب فيش رضا. ومُحبطين بالضبط، ما وصلوش ليه؟ لمرحلة الرضا. ليه ما فيش رضا؟ خلاص كلمة رضا، كلمة كلمة قناعة، كلمة اللي هو ارضى باللي مقسوم لك، ليه المعاني دي اندثرت تكاد تكون اختفت تمامًا من مجتمعنا، أو أنت حتى لمّا بتيجي تتكلم فيها ممكن يضحكوا عليك، رضا إيه؟ صبر بالضبط. إيه؟ قناعة إيه في ظل التنافس الغير طبيعي اللي بقى يحصل؟ نيجي بقى للطبقة المتوسطة اللي اتزنقت في النُص، الطبقة دي يعني بجد صعبانة عليّا، اللي هي لا عارفة توصل للطبقة الأعلى ولا عارفة تنزل للطبقة اللي أقل. ودلوقتي هي محتارة ما بين البنين، مش قادرة توزن إن هي دلوقتي فعلًا بقت في النُص. الموضوع يعني اللي تحت بقى بقوا يحاولوا يوصلوا لها، وهي مضطرة تتعامل معاهم، طيب ومش قادرة توصل للي فوق، طب هي ولا عارفين هتفكّر يتعاملوا مع إزاي، بعض. هيتعاملوا إزاي؟ تطلعاتهم زي ما قُلنا بقت مختلفة تمامًا، مختلفة. يعني أنتِ بتبقي متوقعة attitude معيّن من الشخص اللي زيِّك، بتلاقيه لا طموحه عالي جدًا، وإن هو شايف نفسه واو! ويقدر إن هو ينُط نطة يعني متوقعة على قد ما بيصدّقوا نَفْسهم طبعًا، لإن الأماني دلوقتي بقت على قد ما هي بعيدة، بس على قد ما في ناس بتمنّي الناس بيها، لإن هي تبقى قريّبة، بالضبط. فبالتالي أنتِ بتلاقي جوّه الطبقة المتوسطة تضارب غير طبيعي، بتبقي خلاص عشمانة في اللي قدّامِك إن هو يكون زيِّك، بيفكّر زيِّك، لأ بتلاقيه بيستهزأ بيكِ، اللي إمم. هو أنا طموحي أعلى من كده. بالضبط. وعلى العكس برضه واحد تاني بيتوسّم في اللي قدّامه إن هو ياخد بإيده ويطلع واحدة، واحدة معاه، بيلاقيه مُحبَط لإن إن هو خلاص نزل بقى بقى كادح، بقى تحسّي إن هو كئيب، تحسّي إن هو مش معاه، تحسّي إن هو مش هيقدر، فالاكتئاب حَط عليه، فعلًا الطبقة المتوسطة دلوقتي ما بقتش فاهمة نَفْسها ولا عارفة تلاقي لنَفْسها خَط فوق ولا خَط تحت، ساحت كده في النُص. طيب في سؤال مهم بقى عايزين نسأله،
في الموضوع ده كله. مين السبب بقى في كل ده؟ هل اللي سبب في كل ده التطور بتاع التكنولوجيا والسوشيال ميديا وان احنا بقينا داخلين في حياة بعض قوي، وبقينا كل حاجة شيرنج مع بعض في وسط الناس، مش مشكلة مين بيعمل ايه، مين بيتصرف ازاي، وبقى الترندنج هو الاساسي. ده بقوا يختلقوا مشاكل عشان عشان يعملوا يبقوا ترند. هم اللي الناس كلها بتتكلم عليه. هل ده جنون للشهرة؟ يعني زمان مثلا كنا بنسمع الممثلين وهم بيتكلموا على موضوع الشهرة ده، ان الشهرة غدارة وان ممكن تتغر وممكن. هل بقت كل الناس عندهم جنون الشهرة وعايزين يتشهروا بأي شكل؟ هل انت ممكن تتنازل علشان تكون شخص مشهور وشخص ثري وتكون في الاي كلاس؟ اكتبوا لنا في الكومنتات ايه رأيكم في الكلام ده، وانت ممكن تتنازل لحد فين، وهل تتوقع ان الناس هتتنازل علشان الترند؟ وهل الأفضل إن إحنا نقسم نفسنا طبقات، ولا كلنا نعيش في مجتمع سليم نفسي وعقلي وذهني؟ يا ريت نرجع 3 طبقات زي زمان، يا ريت. يا ريت. مستنيين رأيكم.